ولكن المؤامره اكبر من لازم، اكبر واكبر واكبر. خصنا مئات من هذا الشيء، وخصنا يمكن تكتلات، وخصنا واحد المصالحه ما بين صفوف الجاليه، وخصنا نحترموا بعضياتنا، وخصنا نسميو الامور بسميتها. دائما عنده الراهنيه ديالو والاهميه ديالو اللي هو تأثير ديال الهويه ديال مغاربه العالم على الروابط اللي كتربطهم بين مع بلادهم الاصليه اللي هو المغرب. انما هذيك الافكار اللي المغرب تيوجهها للخارج ما تيطبقاش داخليا، تيقول للناس مثلا خصكم ديروا استراتيجيه في كل البلاد الى اخره، وديرها بعد انتهينا. لا يختلف اثنان على ان المشكل الذي يعيشه مغاربه المهجر وفك الأزمة ديالهم وفك المشاكل ديالهم تنظن قد لا يمكن إلا أن يمر من خلال المشاركة السياسية لهذه الشريحة من المجتمع المغربي. ما معنى اسم النسبة مغربي؟ ما معنى قولي أو قولكم أنا مغربي، خصوصا عندما نقول أنا مغربي وأفتخر؟ أوروبيا في كل شيء يتعامل معه بمنطق ما هو اسمك، وتسمعون بالقضايا حول رغم الملفات ديال المؤهلات العلميه التي يمكن ان يقصد بالتوظيف بسبب. لن اطيل كثيرا، واستمتعنا بهذه المداخله القيمه، ونمر الى الاستاذ عبد الكريم بن من كما قلت من جامعة محمد الخامس، فله الكلمة مشكورا. تيخوفوهم، وبعض البرلمانيين كيجي الانتخاب تيخافوا على الدائرة ديالهم، تيقولوا إلا بدينا ونصوتوا مع الحقوق ديال الجالية إلى آخره ربما غادي يكون علينا خطر بالنسبة للانتخابات إلى آخره. لا، هذه مسائل ما عندها حتى شي اساس. وإلا وهو نشوفوا كاع مثلا الى عطاو الجاليه شحال غادي يعطيو لها كاع 6 7 8 10 ديال المقاعد. شكرا. السؤال ديالي موجه للاستاذ بن عياش اللي كنشكروا على المداخله ديالو فيما يخص ما قدمه على الهجره والتاريخ ديالها والاجتماعيات ديالها، ولكن عندي واحد التحفظ فيما يخص القضيه ديال التمغربيات في الجمعيات والمنتديات اللي كنشتغلوا فيها هذه تقريبا 30 عام. هذه كان عندنا تحفظ عده مؤتمرات مؤخرا على هذه القضيه ديال التمغربيات، اللي كنعرف انا بانه هذا المفهوم ما كانش موجود تقريبا قبل، ولكن توجد في بدايه نشأة البام. دونك هو شعار ديال البام، وكان رد على الاسلام السياسي ورد على القوى اليساريه اللي بقات يساريه ما التحقتش بالبام. لان هذا سؤال كبير. اين المنتوج المغربي من التقارير، منها تقرير الانصاف والمصالحه هو تقرير ديال الدوله رسمي. اين نحن ونحن نناقش هذا الموضوع ديال التمثيليه السياسيه من تقرير ديال التنميه البشريه، 50 سنه من التنميه البشريه. اين نحن من تقارير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجيه. اين نحن من التقارير اللي سبقات الرئيس الاستشاري ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي. اين نحن من مجموعه من المنجزات. الى ان مغاربه الخارج يتثبتون هي ضروره اجتماعيه وضروره انسانيه، ان الانسان يحتاج الى قيم يعني يتحصن وراءها، خاصة في تلك المجتمعات التي تغيرت كثيرا حول قضايا الهجرة، ولم تعد قضاياها يعني سياساتها كما كانت بالخصوص ذات ملامح إنسانية. أنه أشار إلى أن الآن المعطى الرئيسي الذي يتحكم في الهجرة هو استقطاب الأدمغة.
إذا نحن اليوم أمام قضايا وانشغالات ستستلزم مقاربات جديدة وإبداع في القراءة والحلول. مغاربة العالم اليوم أصبحوا أكثر تأثيرا في القرار المحلي، مما ولدت أسئلة كبرى قبيل صفة وكفاءة المؤسسات الممثلة لهم، وكذا حدود مشاركة أبناء الجالية المغربية في صنع القرار والمشاركة المؤسساتية خصوصا السياسية منها، والتي أصبحت محل جدال كبير. فهل الدولة ومؤسساتها نجحت في هذا الأمر أم أنها فشلت أو في طريق الفشل كما فشلت فعلا مع أبناء الجيل الأول والثاني؟ Mon intervention porte sur capital social des femmes migrantes marocaines, quelle valorisation dans leur pays d'origine. Je vais aborder le rôle du capital social dans l'entrepreneuriat des femmes migrantes de retour au Maroc. La migration de retour et l'entrepreneuriat féminin au Maroc reste insuffisamment développée dans les études sociologiques. Les données plus précises sont difficiles à obtenir, que ce soit dans le pays d'accueil ou au Maroc, parce qu'il n'y a pas une définition précise du migrant de retour. Bref, ma communication sera intitulée « Le capital social des Marocains du monde, un potentiel de développement local non valorisé, le cas de la région du Rif ». Le Rif est un ancien foyer d'émigration depuis la moitié du 19e siècle, c'est-à-dire vers l'Algérie. Et les Marocains du Rif sont présents dans plusieurs pays d'Europe, en Espagne, en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. De notre association, elle s'intitule Migrants, acteurs du développement local et de la consolidation du lien social. Ces dernières années, on a beaucoup conceptualisé le développement local, aussi bien en Europe qu'en Afrique. أول حاجة كذا بها العراقيل كيبقاو يصيفطوك من الإدارة حتى كتولي كتقلب على أول طيارة أقرب مطار باش تمشي ترجع للبلاد. يعني صراحة أنا كان هادشي عشتو، كنعطيكم تجربة من القلب. يعني هادشي اللي عشتو غنعاودو لكم بلا بدون لغة خشب. يعني كنحطكم في الصورة، واحد الصورة اللي مؤلمة صراحة. إذا من أجل المرور من القانون المكتوب إلى القانون الفعلي، المرور راهن بطبيعة الحال بتفاعل القوى الحية في البلاد. إذا كانت هناك من قوى حية وكذلك موازين القوى. الآن أعطي الكلمة للأخت نادية سالجي، باحثة في الهجرة، حول موضوع رأس المال الاجتماعي لمغاربة العالم، طاقات للتنمية المحلية غير متمنة. Je suis arrivé un peu en retard parce que j'ai été voir un peu certains amis. Mais à partir de 2018, on a réfléchi lors d'un gala qui s'est fait à Lyon, c'est-à-dire le gala de Sadr Majlissé, qui a eu lieu à Lyon avec des combattants comme Tijarti. On a discuté avec nos amis, surtout le réseau basé en France, en Italie, en Belgique, au Danemark, de comment aider à améliorer les compétences marocaines dans le milieu sportif. هناك غياب الاهتمام والمتابعة واللامبالاة. ونعطيكم مثال، هذه ندوة تاع الجالية المغربية، فينا هي حدانا 100 متر ولا 500 متر، ووزارة الخارجية المكلفة بالجالية. جا شي واحد وعلى موظف يصيفطوا على الموظف يحضر كثير تا هو. المجلس تاع الجالية ما كاينش تا هو. مؤسسة الحسن الثاني، هاد المؤسسات راه مهتمين بالجالية. هذه مناسبة خصهم يجيو يحضروا ويكتبوا الملاحظات تاع الناس، ماشي يمشي هذا الشيء كما تنكبوا الماء فوق الرمال. دائما مع الدكتور المدن اللي تيقول هل نحن محتاجون إلى تشريعات وإلى إرادة سياسية؟ الجواب في الخطاب الملكي ل 6 نوفمبر 2005. كيف يمكن لرأس المال الاجتماعي أن يساعد في التخفيف السبل السلبية لتكتف المهاجرين اللاجئين؟ متطلبات تاع الهجرة وهذه الحاجيات تتبرر بالخطاب الملكي الأخير الذي قال فيه بأن خصنا نهيكلوا العلاقة ما بين المهاجر والوطن،
ولهذا كاين واحد الفراغ اللي خصو يتملأ. انا بغيت نطرح واحد السؤال ولا ندوز باللغه الفرنسيه لانني مفرنس اكثر من بحكم مسار مهني. قناة النهضة الدولية تيفي، عندي سؤال. هناك العديد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد تعاني من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية، والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية. السؤال: ما هي الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية؟ وشكرا. العنف والشغب خاصة، وعلى سبيل المثال بعد فوز المنتخب المغربي في بلجيكا كانت هناك أحداث شغب تشوه سمعة المغرب، ونحن بطبيعة الحال لا نرضى بذلك. كيف يمكن تفعيل التعليمات والتوصيات المولوية والتي تصب في معالجة جميع مشاكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج؟ وهل ستظل حبرا على ورق أو حبيسة عند أصحاب القرار والمسؤولين على هذا الملف، والذي أصبح أكثر من أي وقت مضى مأخذ جدل داخل وخارج الوطن؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وبالنسبة للأستاذة الباحثة ناجية، بغينا نعرفوا من خلال بحثك شنو هما الصعوبات اللي وجدتي، لأنه قيل لك أنك اختصرتي فقط على 6 دول، حتى أنك اقتينا العديد من الحلويات أكثر من 6. هذا من باب. وكذلك الأستاذ تكلم بواحد الحرقة على الجانب القانوني أو هذا، شنو في نظركم الأشياء اللي كتشوفوا أنها قابلة للتطبيق، اللي كاين غياب التنسيق، غياب التواصل، وكذلك غياب العمل الجماعي؟